السلام عليكم غالياتي، صباح الانوار اللي يشوفوا الفيديو في الصباح، ومساء الانوار اللي يشوفوه في الحشيه، وامسيه سعيده طيبه اللي غادي يشوفوه في الليل. ان شاء الله تكونوا بخير خواتاتي وفي اتم الصحه والعافيه. جيتكم اليوم بفيديو جديد بروتين جديد، ان شاء الله ينال اعجابكم. طبعا حباباتي، اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوش هذاك اللايك، وما تنسوش تعليقاتكم هكا باش دائما نبارطاجوا مع بعضنا الافكار. قد ما انتم تبغوا تسمعوا بشرى ونصائحها وروتيناتها، والله انا تاني نستمتع بتعليقاتكم وكي نشوف ارائكم. على الاقل نفهم المتتبعات تاوعي كيفاش يخموا. والحمد لله يا رب العالمين، متتبعات راقيات، متتبعات متربيات، متتبعات يعني ما شاء الله، حتى عندكم الفكر ما شاء الله. المهم خواتاتي، نبدوها بواحد الدعوه هكا زينه. ربي يرزقني واياكم ان شاء الله اللي رانا متمنينه. ربي يرزقنا الهنا وراحه البال ان شاء الله. الله يرزقنا الطيب ان شاء الله والصحه، وبلا ما ننسو رزق الخيرات ورزق المال ان شاء الله يا رب العالمين. كما تاني ندعو للي هم متمنين الدريه، ربي يرزقهم عاجلا غير اجل. كما شفتوا بديت اليوم كوزينتي صبحه نقيه. كي كانوا غايبين بناتي، سبحان الله ربي يحفظ لنا وليداتنا وكلش. على بالكم خواتاتي، كيما نحط الحاجه تقعد، كيما نحطها تقعد. بصح كي يكونوا ربي يحفظهم، راكم عارفين يحلوا الفريجيدار، يبغوا ياكلوا، يلعبوا. وانا من الناس اللي ما نبغيش نحرمهم بزاف. صح نبغي نعلمهم يتنظموا ويردوا الحاجه في بلاصتها، بصح راهم في اللاج تاع اللعب نبغيهم يلعبوا ويكتشفوا. من داك نخليهم يخلطوا معايا في الكوزينه، يقولوا لي نطيب معاك. المهم خواتاتي، تسمى كي كنت وحدي نقول لكم واحد الكان في الدار، واحد خطرات هكا نقعد نقول للزوج والله والفتهم ما همش هنا موالف معمرين الدار. ربي ان شاء الله يحفظهم ويحفظ وليداتكم اجمعين، ويرزق ان شاء الله اللي راه متمني وطالع عليه الحال ان شاء الله. المهم هنا خواتاتي، كنت البارح في الليل حكيت مع الوالده نتاعي، قلت لها صايبون بعتيهم لي. هي في الحق ما سخاتش بهم، قالت لي زيدي خليهم، راهم باغيين يزيدوا يقعدوا، هما تاني ما بغاوش. والله انسيستيت بزاف، قلت لها غير بعتيهم لي. هيا الوالد مسكين هو ربي يحفظه ان شاء الله، قال لي نجيبهم لك انا. هيا قلت له مين شقيت او مو بات عندي ليله، ما بغاش زعما بغا غير في نهار يوصلهم لي ويروح. قلت له او مو بات غير ليله عندي. فينالمون ربحته وقنعته باش يبات عندي ليله. هي هنايا الصباح كان جاي زعما يفطر، كان ديما راه هو مسعده وانا بديت نوجد في الفطور. الحاجه الاولى غسلت هذاك الحليب ودسيته. كيما على بالكم دروك ماناش نكونسومو خواتاتي الحليب بزاف. دوك عاد كي يبدا هكا يبرد الحال، عاد نولو نتقهووا به الصباح وكاع. المهم خواتاتي، درت هذيك الفلفله كان جابها لي حمراء وشابه تنشوى. انا الاب نتاعي يعني من عشاق الفلفله، على بها بغيت نديرها له، وقلت ندير لها شويه اللوبيا شويه سلطه. الحمد لله ربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. اليوم خواتاتي جيتكم بنصيحه اللي راهي قريبه بزاف. النصيحه ان شاء الله تفيدكم، غادي تكون نصيحه للخدامات واللي قاعدين في الدار في زوج مع بعض. بالنسبه لتنظيم الوقت في الدخول المدرسي، راهي حاجه مهمه بزاف باش المراه تكون منظمه، وباش ما يصرالهاش داك الضغط النفسي. يعني اكثر حاجه تخلي المراه الاز في دارها وتخلي ولادك هما تاني يكونوا الاز، باسكو نفسيه المراه دائما انا نقولها، الولاد تنعكس عليهم نفسيه المراه. تكون امهم الام كيما نقولوا ماشي المراه، تكون امهم الاز ماهيش مضغوطه، تكون عايشه بيان، تكون فرحانه، راهي غادي تبان في ولادك. والعكس، كي تكوني انت مضغوطه تلقي روحك تزكي، تلقي روحك تتنرفي، تلقي روحك ما عطيتهمش حقهم، تما ماهيش مليحه ليهم. دونك الوحده حنا مادامنا امهات، حنا تاع التضحيه، حنا تاع اللي نخططوا، حنا اللي ننظموا رواحنا، حنا رانا الساس والركيزه تاع الدار. يعني مهما كان الحال، وهذه كاع يشاطروني فيها الراي، نساء ورجال، الام هي الركيزه تاع الدار.
شوفوا الدار تكون مخروبه من شحال من حاجه، بصح كي يكون الساس مليح يعني الام مليحه ولا غير ديك الدار تكون ما شاء الله. والعكس يكون كل شيء متوفر وكل شيء ريقلو والام ما تكونش نيشان ولا نفسيتها تعبانه ولا مريضه ولا راه غادي ينعكس سلبيا. هذه هي سبحان الله ربي دارها كي من هكا. المهم خواتاتي قلت لكم غادي نمد لكم ان شاء الله نصائح يفيدوكم. وباش تكون نفسيتك دائما مليحه، الحاجه اللي تخلي النفسيه مليحه هي كي تكوني منظمه في دارك والاز كل شيء مفروز عندك، غادي تلقي روحك منظمه، تلقي روحك عندك الوقت لحياتك، عندك الوقت لشغلك وعندك الوقت لولادك وكي تبدي تقري فيهم. تما كلش خواتاتي معتمد على النظام وعلى بروغرام تلتزمي به. يعني كل تلتزمي ببروغرام وتولي ديريه صوالح السيمانه ديرهم في السيمانه وصوالح اليوميه في اليوميه، والله يبقى لك واحد الوقت ما تبقيش تجري ملي تنوضي الصباح وانتي تجري وما كيش لاحقه. هذه بزاف اخواتهم يقولوهم لي، تقول لك النقي ما يبان عليا، نوقف كاع النهار ما يبان عليا باسكو ما كيش منظمه وما راكيش دايره سيستم تتمشي به كاع السيمانه. دونك انا اول حاجه غادي ننصحكم بها خواتاتي النيه والتوكل. دائما كيما هكا دائما تكون وحده نيتها بين ربي سبحانه باللي باغيه تكون مخلصه لدارها وباللي باغيه تكون ام في المستوى وباغي تخرج ان شاء الله اجيال صاعده في المستوى. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه خواتاتي، الحاجه اللي انا روماركيتها وتنظمك بزاف وتهنيك من التخمام، تولوا ديروا الكاطو تاع الاسبوع. ماشي شرط حاجه غاليه ولا مكلفه، ليسونسيال كاطو ساك وتنوعي، ماشي نفس الكاطو كاع العام. مام في السيمانه وما ديرلهمش غير نوع واحد، ديري زوج نواع. وانا نفضل ماشي بالويكاند، ما تروحيش الويكاند اللي هو تاع الراحه ولا تخرجي تحوسي ولا تشري ولا تتنفسي فيه انت ولادك، تروحي ديري فيه الميناج وديري فيه الكاطو. لا، الكاطو راه عندك كاع السيمانه تقدري ديري، حتى الخدامه تنجم دير وقت اللي تخرجي فين ترافاي الخمسه وتريحي حشيه، كي يكون عندك داك النهار كل شيء فارزاته وحشا خفيف، روحي ديري نوع كاطو ولا زوج نواع. لي كاطو ساك خواتاتي ما يشدوش، وان شاء الله قبل الدخول المدرسي غادي نبارطاجي معكم بزاف وصفات تاع الكاطو اللي يهنوكم التخمام. يعني حاجه تكون خفيفه ظريفه. لاولادكم يبغوا بالكونفيتور ديروا لهم حاجه بالكونفيتور، لا يبغوا بالشوكولا حاجه بالشوكولا، بصح توجور في التام تاع الساك. يعني ما ديروش حاجه اللي مزوقه وتشد لكم الوقت بزاف. انا نفضل ما ديروش نوع واحد، بزاف اللي يقول لك نديروا نوع ونكملوا به السيمانه. انا وحده كبيره وما نقدش ناكل كاطو كاع السيمانه غير هو او موا زوج، فما بالك البز تاني بغيت نوعي له، على الاقل ديري له زوج. واحد بار اكزومبل بالفيرميسال مثلا كاطو تاع الطابع، زوج ديري شوكولا ولا نوات كوكو ولا كيما بغيتي، المهم زوج انواع. على الاقل يلقى الصباح باش يتقهوى، ما تقعديش تخمي وتشري في الكاليطه ولا تشري في البان شوكو ولا تشري في الكاطو تاع الحانوت. يلقى الصباح باش يتقهوى، تبغي ديريه له في الكوتي وما محشيه كيجي يلقى ديك القهوه، زعما باش تهني روحك من تخمام القهوه والصباح. هذه اول حاجه، هذه تهني بها صوالح السيمانه كاع فرزيهم. حاجه واحده اخرى ننصحكم بها خواتاتي، انا من الناس اللي ضد فكره الميناج في الويكاند، سيختو الخدامه. بالك اللي قاعده في الدار وشويه، حتى اللي قاعده في الدار الويكاند خلوه ويكاند، خلوه لعماركم لنفسيتكم باش ترتاح. الخدامه عندك السيمانه كومبلي، الله يحسن عونك، ورانا عارفين تتعبي برا، بصح اومو يولي عندك بار اكزومبل عندك الحد بار اكزومبل الحد كي تخرجي الخمسه راكي دايره حشا كي طيب راكي تنقي في الصالون بار اكزومبل، عندك الاثنين تنقي فيه الشومبره تاع الاولاد، عندك الثلاثه تنقي فيه شومبرتك. كي تجي سيمانه تلقي دارك تشعل، تلقي داك الميناج الخفيف. يعني كي يجي الويكاند تلقي كل شيء يشعل، داك الميناج الخفيف. الويكاند تروحي تزوري امك، تروحي تزوري عزوجتك، تروحي تزوري لا فامي، صله الرحم، تدي ولادك للجاردن ولا المانيج، ولا تروحي ديفولي شويه، ولا تبغي ترقدي. اغلبيه الخدامات، انا واحد الوقت كنت خدامه في السبيطار، كان كي يجي الويكاند نبغي نرقد، نبغي لا سياست، هذاك ما نتوحش. المهم على الاقل ما ترهقيش روحك في الويكاند. جيت تدخلي نهار الحد تلقي روحك ديجا ميته بالعيا، داخله تعبانه. يعني الويكاند خلوه عزيز. نفس الشيء اللي قاعده في الدار، تي ديجا راه عندك الويكاند كاع السيمانه. علاش نهار الويكاند كيجي مثلا الزوج تاعك ماش خدام ولا ولادك تنوضي تنفضي وما تخليهمش الوز وتطلقي الماء؟ لا، عندك كاع السيمانه خدمي كاع السيمانه. الويكاند تاني انت روحي لا فامي، صله الرحم، خرجي انت وليداتك. اكبر غلطه راهم يطيحوا فيها النساء الويكاند، يستغلوه للتعب والتماره. الويكاند خلوه للراحه،
نهار الجمعه تنوضي الصباح دارك ديجا تكون نقيه، بالخميس راكي سيقتي صباح كوزينتك نقيه، دارك تشعل، ديري غير داك الطعام ولا الرشته ولا ديري تريده ولا اي طبق تقليدي حسب المنطقه، وراكي لابسه اختي ديك الجبه الله الله نهار الجمعه، وديري داك البخور وديري ديك الريحه وتزيني وتعطري وقري سوره الكهف. يعني الجمعه راهي عيد للمسلمين، علاه نروحوا حنا نشقوا رواحنا فيها ونديروا فيها الميناج ونغرقوه قدره في داك النهار. نفس الشيء نهار السبت سيطادير الحوانيت حالين، الدنيا موفمون برا، خرجي انت ولادك، يا لو كان تخرجي تاكلي انت وياهم كارن برا وتضربوا دوره كاع، نقولوا ما عندكش المقامه تاع الويكاند والبيكنيك وكاع، اختي روحي كلي انت وياهم المحاجب، محاجبهم الخاص ولا الكارن، وضربي دوره انت ولادك، حوسوا شرو كان شي حاجه ورجعوا للدار. يعني الويكاند خلوه عزيز للتحواس للخرجه لصله الرحم. الايام الاخرين عندكم الوقت تخدموا. نعاود نولي دروك للي قاعده في الدار، اللي قاعده في الدار عندك نظام، عندك ولادك كي انتي كي الخدامه، في الليل توجدوا لهم قشهم، طابليتهم، مساسيكم، حتى المشطه وحطوها فوق قشهم. انا هكا كنت ندير لبنتي العام اللي فات كي كنت في دارنا، يعني نوجد الطابليه، نوجد لها تقاشير حاشاكم، لبستها كومبليتمون، ملابس الداخليه كاع شاهبه تلبس غدوه، هادو في الليل يوجدوا، وحتى المشطه وليكوات ولا المساسيك ولا الشوشوات تاني هادوك نوجدهم الصباح، باش على الاقل اذا ناضت لك 7:15 27 يكفي الوقت تلبسيها 5 ساك، تمشطي لها بيان سور، تغسل وجهها وتبروسي سنيها، تلبسيهم ومن بعد كيفوتوا يتقهووا. قهوتك واجده، غير الحليب اللي تغليه وديري لهم الشوكولا وصاي، ولا شي يبغوا ولادك، كل واحد وشي يتقهوى ولاده. هذه حاجه. تاني حاجه بزاف تاني كتقول لك كاين اللي كي تكون خدامه اوبليجي تبكر وولادها ينوضوا بكري مساكين، الله يكون في العون، كاين اللي تنوضهم 6:30، كاين اللي 6، معليش تاني نفس الشيء تكوني موجده كلش في الليل، الصباح غير تلبسي. كاين حاجه تاني الوحده صح يليق لها دائما المعاونه الام، دونك اذا عندكم ازواجكم تا هما ينوضوا بكري ويبكروا، حاولوا انهم يعاونوكم بالتي هي احسن. مليحه يعاونوك انت كي طيبي في القهوه وتوجدي لهم صوالحهم، هو راه قاعد يا لو كان غير يهضر معاهم، يا لو كان غير يقول له فلان روح اغسل، فلان هيا سقم روحك، على الاقل ما تقعدش المراه كل يوم تجري تجري تجري. والله نبهوهم لهذا الموضوع، اعطوهم مواعظ، اعطوهم باللي عندهم اجر كيعاونوكم، جيبوها لهم بالتي هي احسن باش تقضوا صوالحكم بالمعنى. هذه هي. المهم حاجه واحده اخرى خواتاتي، اللي تكون قاعده في الدار كي يروح ولدك يقرا، حرزي تولي ترقدي، لا وليتي رقدتي ولا قعدتي طال 10 ساعه نهارك والله غير يتكرفس، تقعدي تجري ما ديري والو، سي بون روح ولدك يقرا، رمي فطورك، خدمي شغلك، تلقي روحك 11 10 ونص مكمله كل شيء ومريحه، تماك حكمي تليفون كونيكتي على روحك، يجي ولادك حطي لهم داك الفطور ويعاودوا يروحوا تاني نفس الشيء، ديري كوراج مور الفطور ديريكتوم وغسلي دوك المواعين، تاني ديري لاسياست اليز، يخرجوا 2:30 ولا 3:30 تكوني ريحتي، تنوضي انت وياهم تتقهوي، بغيتي تتقهوي بداك الكاطو اللي خدمتيه في السيمانه، بغيتي من داك خطره ديري هكا معارك، ولا ديري باغ اكزومبل طبيعات العروسه، ولا شوفوا قعدوا غير في التام الساهل، تصعبوش على رواحكم. حاجه تاع القهوه ما تقعدوش تصعبوا على رواحكم حتى تلقي روحك ديت لك وقت بزاف، ديروا حاجه تاع بالوقفه، بغري الوقفه ليسونسيال، حاجه تاع 10 دقائق ربع ساعه، ما تصعبوش الدنيا على رواحكم. ولينا نتعلمنا نصعبوها حتى ولينا نلقوا رواحنا منهكين، حتى ولينا نلقوا رواحنا صغار، والظهر حاكمنا والشقيقه حاكمتنا والفخيخه حاكمتنا والروماتيزم والارثروز، صاي زعما كي ولينا صغار وحكمتنا الارثروز ما بقات هضره. هذه هي خواتاتي. المهم الوحده تنظم وقتها الماكسيموم. كاينه حاجه واحده اخرى ثاني، كاين اللي فيهم وسواس يبغوا يسيقوا ويعاودوا، كيما نقولوا حنايا كاع السيمانه ويعاودوا. يا اختي دركا هي المشتة والطاقه تتحل غير الصباح، تتهاوى 10 دقائق الدار وتبلعيها، كي تنقي كوان ما تقعديش كل يوم تعاودي تولي له راه نقي، ما يقعدش الواحد غير على الشقه والميناج حتى صحتها طيح. بار اكزومبل كيما الصالون يتنقى خطره في السيمانه، بلعوه خواتاتي، الصالون تاعكم على الاقل يجي واحد على غفله، على الاقل راه نقي، ما تخلوش ولادكم يعفسوا في كل بلاصه. نظام اللي عندها افكار تخلي لهم غير بيتو وكوزينه يدخلوا لهم ويخرجوا لهم، الاخرين بلعيهم على روحك. اللي عندها اف طروا ثاني، اللي عندها اف دو، واللي عندها الضيق ثاني. هي المشكله دائما تلقوا اللي عندها الضيق صعيبه تنظم روحها، بصح اللي عندها الضيق انا ننصحك قيسي على روحك، خفي كل ما كان عندك الضيق كل ما تكثريش الحوايج، خلي غير نيسيسير. هذه هي. ودرك راهم المنظمات وراه كلش الوحده تتعلم تنظم روحها. بالنسبه للقش على حساب وليداتكم، كيما انا نغسل خطره في السيمانه
ما نغسلش في السيمانه 2 خطرات. بصح دي فوا تلقوا كاين اللي عندها 3 ولاد 4، الله يعني يكون في العون. كاين اللي زوجها مثلا يخدم في خدمه بالخفقه الشهي يتوسخ، هذيك تغسل 2 فوا باغ سيمين. ثاني نفس الشيء خواتاتي، القش ما تغسلوش بالويكاند، غسلوا بالايام الاخرين. حتى الخدامه اللي عندها ماشينه اوتوماتيك سي بون، هذيك هي فارزتها مع روحها، ديرها وراهي قاعده تطيب ولا مريحه ولا تقري في ولادها او ميم طون الماشينه هي تغسل. اللي عندها مانويل كيما تاعي انا تشلل وتغسل، ثاني ديروا في الوقت في المومون باغ اكزومبل كي تقري في ولادك والماشينه راهي تغسل. هذه هي. بعد كي تجي الحشيه ثاني تلقاي روحك باللي حشاك ساهل، ديري حاجه خفيفه دائما. الحشا ما تصعبوهش، ديجا الحشا نورمالمون كون جينا نفهموا ما ناكلوش كاع الحيه ثقيله، ناكلوا غير الحاجه الخفيفه. حشاك راهي طيب يا اختي وانت راكي مع وليداتك تقري فيهم. هذه هي. ازواجكم الكرماء ان شاء الله ربي يحفظهم، قولوا لهم يعاونوكم في القرايه، يقروا هما ثاني ولادهم، ماشي غير نتوما تقروهم. قولوا له هو يقابل لك انت واحد وهو يقابل واحد، يعني على الاقل يقلع عليك حاجه. ورماركيت باللي الاولياء زعما الله يبارك يعرفوا يقروا. انا العام اللي فات كي كان يقري لي بنتي زعما كانت تصنت له يسايسها، دونك نتوما ثاني جيبوها لهم بالتي هي احسن. كل واحد وشي، كل وحده وتعرف الزوج نتاعها شي ياكل معاه. كاين اللي بلاتي هي احسن تغيضه ويعاونها، وكاين اللي كيما نقولوا بالحرب البارده دير الحرب البارده، وكاين اللي تبغي حرب الساخنه. تما ليسونسيال تما كل وحده تعرف الزوج نتاعها، كل وحده وكيفاه. نتوما مهم ما تخرجوش خاسرين، المهم خرجوا علموهم يعاونوكم، الله يسهل. المهم البنات ربي قدرنا ان شاء الله على التربيه، وربي ان شاء الله يجعلها في ميزان حسناتنا. دائما الام تصيبها تخمم كيفاه دير كيفاه غير باش تكبر هذوك الولاد، ان شاء الله ناكلوا غلتهم. والله صراحه الام حاجه كبيره بزاف وحاجه عظيمه في الدنيا، وهي الركيزه والساس تاع المجتمع مهما كانت. كيما شفتوا هنا خواتاتي هاني نطل في الطاقه، درت لكم الزوم، شوفوا شحال التنا بعيد عليا، بصح حتى درت الزوم وريتكم كيفاه نزل الوالد ونزلوا بناتي، ياك شفتوهم وراهم مهودين يعني. كيما شفتوا هنا البنات، شوفوا درت لكم الزوم، شوفوا التنا يحط غير اون فاس للدار. شفتوا نزل الوالد ربي يحفظه وبناتي، وحد الفرحه وانا نقارع لهم شحال، وانا نقارع كل ما نعيط يقول لي صاير انا قراب رانا قراب. هنا كان دخل، وهذوك هما بناتي قاعدين يديروا باي باي. الحمد لله اللي وصلوا بخير، ربي يحفظه ان شاء الله. نفرح بزاف من يجي عندي، كنت باغيته يزيد يقعد، هو قال لك في نهاري عادك يا غير شديته، قلت له او موا باتو غدوه الصباح ان شاء الله ربي برحمته وروح. فوالا هنا شفتوا شا درت له الفطور، كنت بارطاجيت معكم كلش من الاول. نقيت هذيك الدجاجه غسلتها، درت لها الخل. علاش نديروا الخل معقم، او ميم طون الدجاج تاعكم يولي كي طيب يجي طري، الخل يعطيه ديك الطراوه. نصبت هنايا اللوبيا محمر، هو يبغي اللوبيا ويبغي الفلفل، على بها درت له صوالح اللي يبغيهم. الفلفله هذيك ثاني جات بنينه، خاطش فيها الفلفله الحمراء تجي حلوه. حمرت الدجاج هذاك يعني اللي كنت طيبت به، شويه فريت قليتها، يبغي هو الفريت وبناتي ثاني يبغوا الفريت. شويه سلطه بصل طوماطيس وخيار وزيتون، كان عندي الزبيب حلو ثاني حطيته، ولي فروي الحمد لله يا ربي خيرات بلادي، العنب الكرموس التفاح ربي يدومها نعمه ويحفظها من الزوال. فطرنا بعد ما غسلتش المواعين، نكذبش عليكم خواتاتي عييت قلت حتى الحشيه وروبوزيت عادك غسلتهم. انا خواتاتي كنت شرا لي الزوج شويه قضيان، وكنت وصيته يجيب لي صوالح باه نرسلهم لجارتي اللي رسلت لي الرشته عقلتوها، دونك شريت لها هنا صوالح قلت نديرهم لها فيهم. شريت لها هذا تاع فطور الصباح عندها بنيه، شريت لها هذا الكوفريط هكا كاطو طونغوفلو شيكولا، زدتها فرماج كان عندي، زدتها كونديا، زدتها الديول. المهم درت لها هكا. حنا شتو يعني متعودين حنا الجزائريات ما نردوش حاجه خاويه، بكري جداتنا كانوا يالو كان يردوا السكر ولا البيض، وكل واحد على حسب مقدوره وكل واحد كيف ينجم. ليسونسيال تجينا طايحه بزاف كون نردوا طبسي خاوي ولا نردوا حاجه فارغه، يالو كان شويه سكر. وهنا البنات نكون كملت معكم الفيديو، ان شاء الله يكون نال اعجابكم، ان شاء الله النصائح اللي قدمتهم لكم يفيدوكم يالو كان بشويه. نقول لكم في الاخير ربي يغنيكم وربي يعطيكم ما تتمنوا، ان شاء الله ربي يرزقكم القناعه والرضا، وربي ان شاء الله يرزقني واياكم ان شاء الله الطيب الهنا، اي حاجه رانا متمنينها يا رب العالمين. ما تنسوش خواتاتي اللايك اذا كملتوا حتى لهنا. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.